هل سمعت عن البشر اللي أذانهم اليمين عبارة عن فرش وأذانهم اليسار عبارة عن غطاء؟ أو الناس اللي طولهم شبر واحد بس لكنهم يقتلون الفيل؟ أو حتى أكيد مرت عليه قصص تقول إنهم وحوش أو كائنات فضائية أو حتى نتاج احتلام آدم عليه السلام. قصص وأساطير بالمئات انكتبت عن يأجوج ومأجوج خلتنا تايهين بين الحقيقة والخيال. لكن لو قلت لك إنه الحقيقة موجودة في كتبنا أرعب بكثير من كل هاي الأساطير. اليوم نفتح الصندوق الأسود وننسف كل الشائعات ونحط النقاط على الحروف في أخطر ملف لآخر الزمان. فخلونا نبلش. حياكم الله جميعا. شوف صديقي، احنا ما نريد نسرد قصة بس ونروح، احنا اليوم نريد نفرز الغث من السمين، لأن كمية الإسرائيليات والخرافات اللي اندست في قصة يأجوج ومأجوج شوهت صورتهم الحقيقية وخففت من حجم الخطر الحقيقي اللي حذرنا منه النبي صلى الله عليه وسلم. بحلقة اليوم حنجاوب عن كل هاي الأسئلة اللي ببالك. من هم بالضبط؟ وهل صدق هم نتاج احتلام آدم؟ وهل هم قصار القامة أم عمالقة؟ وين مكانهم الحقيقي؟ وهل سور الصين فعلا إلى علاقة بيهم؟ فجهز قهوتك لأنه الرحلة اليوم طويلة ودسمة. خلونا نبدأ بأول شيء وأشهر شائعة وللأسف موجودة في بعض الكتب ويتناقلها الناس حتى الآن. في رواية مكذوبة تقول إنه يأجوج ومأجوج مو من أولاد حواء، وأنهم خلقوا من احتلام آدم عليه السلام لما اختلط ماؤه بالتراب. وهذا الكلام طبعا يا جماعة الخير غير صحيح أبدا ولا يصح عقلا ولا نقلا، وفيه إساءة لمقام النبوة. فالحقيقة القاطعة التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم والعلماء أنهم بشر من لحم ودم من ذرية نوح عليه السلام، وتحديدا من ولد يافث. يعني هم حرفيا عيال عمنا ويشتركون معنا في التكليف والحساب. على المدهيج هم يشكلون الأغلبية العظمى من أهل النار يوم القيامة والعياذ بالله لكثرة عددهم وكفرهم. طيب شنو أشكالهم؟ يمكن سمعت قصص تقول إنه هم قوم طوال كالنخيل، وكل ناس قالوا لا هم قصار جدا، وناس عندهم آذان كبيرة لدرجة ان الواحد منهم يفرش اذنه اليمنى ويتغطى بالثانية وهو نايم. هذه طبعا كلها اسرائيليات وخرافات ما انزل الله بها من سلطان، وما ورد اي حديث صحيح في ذلك. طيب شنو الوصف الحقيقي الثابت؟ النبي صلى الله عليه وسلم انطانا الوصف الدقيق اللي يخليك تعرفهم اذا شفتهم. فقال صلى الله عليه وسلم: هم قوم عراض الوجوه صغار العيون صهب الشعور. يعني شعرهم مايل للحمرة او الشقار، كأن وجوههم المجان المطرقة. تخيل بس معي، يعني وجوههم عريضة وممتلئة، عيونهم ضيقة وحادة، ووجوههم صلبة ومدورة مثل الترس الدرع اللي انضرب بالمطرقة لحد ما صار صلب وقاسي. ملامح تدل على القوة البدنية والوحشية، يعني بشر أقوياء جدا مو مسوخ ولا كائنات خرافية. وهذا بالنسبة لشكلهم. وهسه ندخل بالمنطقة الأعمق. شوف أكيد مرت عليك مقاطع أو كتب تربط بين يأجوج ومأجوج ومخلوقات يقال أنها سكنت الأرض قبل آدم، يسمونهم الحن والبن. واكو بعض طبعا شطح بخياله وقال انه يأجوج ومأجوج هم نتاج تزاوج بين هذه الكائنات والبشر، او انهم من عالم الجن السفلي. فخلونا نحسم كل هذا الجدل. فقصص الحن والبن في اغلبها اساطير لم تثبت باسانيد صحيحة قوية تعتمد عليها. وحتى لو افترضنا وجود قبل آدم، فيأجوج ومأجوج ما لهم اي علاقة جينية بهم. النصوص الشرعية واضحة وصريحة، هم بنو آدم، نقطة، انتهى الكلام. يعني لا هم جن ولا شياطين ولا هجين، هم بشر انحرفوا وتوحشوا وحبسهم الله عز وجل لحكمة يعلمها بس. طيب خلونا نترك الأساطير كلها ونروح شوية للتاريخ. أكو سؤال ذكي جدا طرحه كثير من المفكرين وحتى بعض العلماء القدامى، وهو: هل يأجوج ومأجوج خرجوا وانتهى الأمر أم بعدهم ما طلعوا؟ البعض شاف أنه اجتياح المغول والتتار للعالم الإسلامي والقتل والدمار الرهيب اللي صار وقتها ينطبق عليهم وصف يأجوج ومأجوج. وفعلا المغول ترى كانوا من نفس العرق اللي هم الترك، وعندهم نفس الملامح، وجوه عريضة وعيون صغيرة. ولكن هل هم المقصودين فعلا في العلامة الكبرى؟ الجواب لا. ليش طيب؟ لأن العلامات التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم ما تحققت فيهم. شوف اكو 3 علامات ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم. أول شيء إنه بحيرة طبرية لسه موجودة، والنبي صلى الله عليه وسلم ذكر إنه يأجوج ومأجوج أعدادهم مهولة لما يخرجون، حيث يمر أولهم على بحيرة طبرية فيشربون منها، لدرجة إنه لما يوصل آخر واحد بالجيش لنفس المكان يلاقون إنه الأرض ناشفة، ويقولون لقد كان بهذا المكان ماء. وهذا ما صار إلى الآن لأنه البحيرة إلى الآن موجودة. الشغلة الثانية إنهم ما ماتوا بالنغف في رقابهم في ليلة واحدة، وحنفصل في هذه النقطة لاحقا. وآخر شيء إنه نبي الله عيسى ما نزل وقتها، فالمغول كانوا مجرد عينة مصغرة أو يمكن تشابه في الصفات، لكن الرعب الأكبر إلى الآن ما إجا. فالسؤال اللي قاعد يدور بذهنك أدري حاليا وينهم هسه هم؟ يعني الأرض صارت مكشوفة بالأقمار الصناعية، كيف يعني أمة كاملة عايشة وإحنا مو شايفيهم؟ طبعا طلعت نظريات
نظريات كثيرة، ناس يقولون انهم في جوف الارض يسموها نظرية الارض المجوفة، وناس قالوا في القطب المتجمد او مثلث برمودا، واشهر شائعة على الاطلاق انه سدهم هو سور الصين العظيم. وهذا طبعا لازم نوقف عندها. شوف، سور الصين العظيم يا جماعة مبني من حجارة وطوب وموجود ومعروف وتقدر تزوره حاليا. اما سد ذو القرنين القرآن يقول انه ردم، يعني مبني من حديد ونحاس مذاب، فالفرق بينهم مثل الفرق بين الارض والسماء. طيب وين مكانهم الحقيقي؟ الجواب ببساطة هو غيب حجبه الله عز وجل عن ابصارنا مع كل هذه التكنولوجيا، مثل ما حجب مكان الدجال وما راح ينكشف الغطاء الا في الوقت المعلوم. وحتى نفهم سر بقاء السد كل هالسنين لازم نعرف منو اللي بناه. التاريخ والقرآن يذكر انه ملك عظيم اسمه ذو القرنين، رجل اتاه الله من كل شيء سببا، يعني اعطاه علم وقوة وتكنولوجيا ما كانت موجودة عند غيره. طاف الارض شرقا وغربا ينشر العدل لحد ما وصل لمنطقة جبلية معزولة بين السدين. لقى هناك قوم مساكين لغتهم غريبة ولا يكادون يفقهون الكلام، عايشين في رعب دائم. اول ما شافوا ذي القرنين وقوته استنجدوا به، وقال له يا ذا القرنين ان ياجوج وماجوج مفسدون في الارض، حيث كانوا يعانون من غارات وحشية، قتل ونهب وابادة. فعرضوا على ذي القرنين عرض مغري، هل نجعل لك خرجة؟ يعني نعطيك اموال وذهب قد ما تريد، بس بشرط انه تبني بيننا وبينهم حاجز او سد يحمينا منهم. طبعا ذو القرنين ما كان يدور فلوس، كان يدور الاجر والتمكين. فقال جملته الخالدة ما مكنني فيه ربي خير، انا ما اريد فلوسكم، انا اريد سواعدكم. وهنا بدأت اعظم عملية هندسية عرفتها البشرية، عملية صهر ودمج المعادن. امرهم انه يجمعون قطع الحديد الضخمة، زبر الحديد، ورصها فوق بعض لحد ما سد الفتحة بين الجبلين تماما وسواها بالقمة. بس هيج؟ اكيد لا، الحديد الحالة ممكن يصدأ او يتآكل، فهنا جاءت منه اللمسة العبقرية. امرهم انه ينفخون النار في الحديد لحد ما صار لونه احمر مثل الجمر، وفي قمة الحرارة صب عليه القطر وهو النحاس المذاب. فالنتيجة شنو؟ تفاعل كيميائي مذهل. النحاس تخلل الحديد والتحم وياه وكونوا سبيكة معدنية خارقة الصلابة، فصار الجدار املس جدا ويزحلق ومستحيل احد يقدر يتسلقه، وصلب جدا لدرجة مستحيل واحد يخترقه. يقول الله عز وجل فما استطاعوا ان يظهروه وما استطاعوا له نقبة. طيب هل هم استسلموا وقعدوا؟ اكيد لا. النبي صلى الله عليه وسلم كشف لنا تفاصيل يومهم خلف هذا الجدار في حديث صحيح. هذا الحديث صراحة يخلي شعر راسك يوقف. يقول صلى الله عليه وسلم انهم في كل يوم من آلاف السنين والى يومنا الحالي يقعدون الصبح ويحفرون في هذا السد بكل غل وقوة وحقد، يحفرون ويحفرون ويحفرون، ولما الشمس تقترب من الغروب ويشوفون شعاع النور من خرم صغير من هذا الجدار، قائدهم يقول لهم ارجعوا فستحفرونه غدا. فيرجعون واليوم الثاني يلاقون السد رجع التئم وصار اقوى مما كان عليه. سبحان الله، هذا عقاب الهي مستمر لهم، ويظلون في هذه الحلقة المفرغة كل يوم لحد ما يجي اليوم الموعود اللي الله عز وجل كتب فيه خروجهم. وقتها شي يصير؟ القائد يلهمه الله عز وجل ان يقول كلمة واحدة هي المفتاح، يقول لهم ارجعوا فستحفرونه غدا ان شاء الله. بسبب كلمة ان شاء الله هذه بس يرجعون اليوم الثاني ويلاقون الحفر مثل ما تركوه، فيكملون وينهار السد. وهسه احنا وصلنا للحظة الحاسمة، السد العظيم ينهار، وما هو الا وقت قصير الا والارض تغرق بطوفان من البشر. تخيل المشهد بس كما وصفه القرآن، حتى اذا فتحت يأجوج ومأجوج وهم من كل حدب ينزلون من المرتفعات والجبال بسرعة جنونية ويغطون وجه الارض، لا يتركون اخضرا ولا يابس الا اكلوه ولا ماء الا شربوه. الناس عامة وحتى المسلمين ما يقدرون يواجهوهم، الحل الوحيد هو الهروب والتحصن في القلاع والجبال. الارض حرفيا تصير ملك لهم لوقت محدد ومعلوم. في هذا الوقت العصيب يكون نبي الله عيسى عليه السلام بعد ما نزل وقتل الدجال موجود مع خيرة المؤمنين على الارض. لكن حتى مع وجود نبي الله بينهم الا ان الامر الالهي يجي لسيدنا عيسى ان خذ المؤمنين وتحصنوا في جبل الطور، لان هؤلاء القوم ما حد يقدر عليهم الا الله عز وجل. ويشتد الحصار على المؤمنين، الجوع يضربهم لدرجة ان رأس الثور الله يكرمكم يصير عندهم اغلى من آلاف الذهب والدنانير. تخيلوا كرب الموقف، نبي ومؤمنين محاصرين وطوفان من الوحوش البشرية تحتهم يفسدون في الارض. طبعا يأجوج ومأجوج هل اكتفوا بخراب الارض؟ اكيد لا، الغرور ياخذهم لدرجة الجنون، حيث يقفون ويصرخون ويقولون قهرنا اهل الارض ولنعلون اهل السماء، فيبدون يرمون سهامهم رماحهم اتجاه السماء. وهنا الله عز وجل يمدهم في طغيانهم فترجع السهام عليهم وهي مليئة بالدم، فيقولون بكل فخر قتلنا اهل السماء. طبعا هذا فتنة واختبار، وفي قمة نشوتهم وغرورهم هذا تأتي الصدمة
القاتمة التي تنهيهم للأبد. في هذه اللحظات يتوجه نبي الله عيسى وأصحابه بالدعاء إلى الله عز وجل، دعاء المضطر، فتجي الإجابة من فوق 7 سماوات. بس شلون؟ هل بصاعقة، بزلزال؟ لا، يرسل الله عز وجل عليهم جندي بسيط من جنوده أصغر مما تتخيل، يرسل عليهم النغف، وهو عبارة عن دود صغير يطلع في رقابهم، يبدأ ينهش فيهم، وفي ليلة واحدة وبقدرة كن فيكون يصبحون كلهم موتى كموتة نفس واحدة. مليارات من الجثث تملأ الأرض، لدرجة أن المسلمين لما ينزلون ما يلقون موضع شبر يحطون به رجلهم من كثرة الجثث. طبعا المأساة ما انتهت هنا، لا بعد باقي شوية، باقي تنظيف الأرض. سيدنا عيسى عليه السلام يدعو ربه مرة ثانية، فيرسل الله عز وجل طيورا ضخمة أعناقها طويلة مثل أعناق الإبل الجمال، تشيل الجثث وترميها حيث شاء الله، وبعدها ينزل مطر غزير يغسل الأرض غسلة لحد ما تصير الأرض نظيفة وصافية كالمرآة، وهنا تنزل البركة في الأرض بشكل ما صار من قبل، وتعيش البشرية هنا مع نبي الله عيسى إلى أن يشاء الله. وهنا نكون لخصنا القصة كاملة. قصة يأجوج ومأجوج يا صديقي هي رسالة واضحة، إنه مهما بلغت قوة الطغاة ومهما كثر عددهم وسيطروا على الأرض ستكون لهم نهاية لا محالة بأمر الله. نسأل الله عز وجل أن يحسن خاتمتنا ويقينا من فتن آخر الزمان. إذا عجبك الفيديو يا صديقي وأهم شيء استفاديت منه، لا تنسى حط لنا إعجاب بالفيديو واشترك بالقناة وانشر هذا الفيديو لغيرك عسى الناس تستفيد منه، ونشوفكم إن شاء الله في حلقة قادمة. سلام عليكم.